السلام عليكم. العلوم للصف الثالث ابتدائي. الفصل الثاني درسنا لليوم عن التغذية عند الحيوانات. راح ناخذ الدرس الأول، طرائق التغذية عند الحيوانات. أنواع الحيوانات اللي تتغذى على النباتات، والحيوانات اللي تتغذى على الحيوانات الأخرى، وهناك حيوانات تتغذى على النباتات وعلى الحيوانات. إذن هناك 3 أنواع من طرق التغذية عند الحيوانات، راح ناخذها هذا اليوم بهذا الدرس. سنتعلم في هذا الدرس الحيوانات تصنف على وفق نوع غذائها إلى حيوانات آكلة النباتات، وحيوانات آكلة اللحوم، والحيوانات مختلطة التغذية. ولكل حيوان هناك أجزاء في جسمه تساعده على التغذية. فأتمنى أن تستفادون من هذا الدرس وتنشروا مع أصدقائكم في الجروبات لكي يستفاد أكثر عدد من الطلاب، وأتمنى لكم مقدما النجاح والتوفيق. من أين تحصل الحيوانات على غذائها؟ تحتاج الكائنات الحية إلى الطاقة التي تحصل عليها من الغذاء لكي تعيش وتنمو، وتختلف طريقة الحصول على الغذاء من كائن حي إلى آخر، بمعنى أن كل كائن حي له طريقة بالحصول على غذائه. فمثلا الإنسان يحصل على الطاقة بأكل النبات والحيوان، أما الحيوانات فتحصل على الغذاء بأكل النباتات أو أكل الحيوانات أخرى أو الاثنين معا. إذن هناك كائنات حية تعيش على أكل النباتات والحيوانات، وهناك كائنات حية تعيش على أكل النباتات، وهناك كائنات حية تعيش على أكل الحيوانات. كيف تصنف الحيوانات وفقا لنوع غذائها؟ يمكن تصنيف الحيوانات وفقا لنوع غذائها إلى: أولا، الحيوانات آكلة النباتات والأعشاب، هي الحيوانات التي تعتمد على النباتات في تغذيتها، وتتغذى على أجزاء مختلفة من النباتات، فبعضها يتغذى على أوراق النباتات، وبعضها على الأزهار والثمار والبذور، وبعضها الآخر يتغذى على سيقان النباتات وأغصانها. ومن الحيوانات آكلة النباتات الأغنام والخيول والأرانب والغزلان، وحيوانات كثيرة أيضا. للحيوانات آكلات النباتات
للحيوانات آكلات النباتات أجزاء في أجسامها تساعدها على تغذيتها النباتية. فلدى الأرنب أسنان قوية تساعده على تناول الجزر وغيره من النباتات. وللحمامة منقار يساعدها على التقاط الحبوب والبذور. والأبقار أسنان في مقدمة فمها تستخدمها في تقطيع أجزاء النباتات. ثانيا، الحيوانات آكلة اللحوم. بعض الحيوانات تتغذى على حيوانات أخرى وتسمى آكلات اللحوم، مثل الأسود والنمور وأسماك القرش. تمتلك الحيوانات آكلات اللحوم أجزاء في أجسامها تساعدها في تغذيتها، مثل الأسنان الحادة والمخالب القوية والمناقير المدببة. ثالثا، الحيوانات المختلطة التغذية. مختلطة التغذية أي تتغذى على النبات وتتغذى على الحيوانات. تتغذى بعض الحيوانات على النباتات وعلى حيوانات أخرى، وتسمى هذه الحيوانات بالحيوانات مختلطة التغذية. فالدب حيوان مختلط التغذية، والدجاجة أيضا حيوان مختلط التغذية، فهي تأكل الحبوب وأجزاء أخرى من النباتات، وتأكل الديدان أيضا. للحيوانات مختلطة التغذية أجزاء في جسمها تميزها عن الحيوانات آكلة النباتات والحيوانات آكلة اللحوم. فالدجاجة تستخدم منقارها لالتقاط غذائها من الحبوب والديدان. وهذا رسم أو صورة للدجاجة، وهذه الصورة الثانية للدب. كان هذا درسنا لليوم، أتمنى أن تكونوا استفادتوا من عنده. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. تقبلوا تحياتي.